انا همشي ومش جاي هنا تاني. وانا ذنبي ايه بس يا رامي؟ قولي لاخوك اللي مش عاجبه العجب ومش بدينا راحتنا. اديك راحتك في ايه؟ هو انت عشان خطيب اختي هتعيش عندنا وهتفضل قاعد لنا في البيت ليل نهار؟ بلاها دي خطوبه يا سيدي. بلاها يا محمد خطوبه، واختك عندك اهي، لا ناقص منها لا صباع ولا رجل. حرام عليكم بقى، كفايه. اتجرب انت تخش اوضتك. انا ورامي بنحب بعض. محمد اخوك مش فارق معاه بنحب بعض ولا غيره. في عادات وتقاليد احنا متربيين عليها، وفي حدود ما ينفعش تتخطاها. وهتسيبنا اقعد مع خطيبتي براحتنا يا كل واحد يروح لحاله. يلا الباب يفوت جمل. كفايه، حرام عليكم. نور. رامي فين رامي؟ رامي ماشي وروح. انت ليه بتفرق ما بيننا؟ انا ورامي بنحب بعض وعايزين نتجوز، حرام عليك. من الاخر كده انا بحافظ عليك من الغلط، مش عشان ابن عمك وخطيبك يبقى تقعدوا مع بعض لوحدكم كده، حرام والشيطان هيوقعكم في غلط. بس رامي محترم مش زي الشباب بتاعت اليومين دول. لو رامي مضمون فالشيطان اليومين دولت مش مضمون. نامي وارتاحي. انت كويسه؟ كويسه الحمد لله. رامي عشان خاطري ما تسيبنيش وما تزعلش مني. يعني عاجبك اللي محمد اخوكي بيعمله معايا؟ طب انا ذنبي ايه بس؟ ليه تسيبني؟ وانا مش حاسس بالخطوبه الصراحه، انا مش عارف اخد راحتي معاكي. بقول لك ايه، انا هجيلك بكره ومحمد اخوك في الشغل عشان نقعد على راحتنا. لا ما ينفعش طبعا، محمد لو عرف هيبهدلني. شفت بقى انك مش بتحبيني؟ والله بحبك. يبقى تسمع كلامه وما تزعلنيش، انا خطيبك. حاضر، اللي انت شايفه صح انا هعمله. ادخل بسرعه قبل ما حد من الجيران يشوفك. يا بنتي في ايه؟ انت خايفه كده ليه؟ ده انا خطيبك. خطيبي ايوه، بس جاي لي لوحدي في البيت، ولو حد شافك هيفهم الموضوع غلط. ادخل يلا، ادخل بسرعه. اخيرا قعدنا لوحدنا وخلصنا من محمد اخوك اللي كان لازق لنا. بس انا خايفه قوي وحاسه ان انا بعمل حاجه غلط. غلط ليه بس؟ انت خطيبتي، وبعدين يعني كلها كام شهر ونتجوز ونبقى مع بعض على طول. ما تكبريش الموضوع بقى. ده صوت محمد اخويا. هو رجع بدري ليه من الورشه النهارده؟ ما اعرفش لازم تستخبى قبل ما يدخل ويشوفك. هنعمل ايه؟ هستخبى في الحمام ماشي؟ يلا بسرعه خش بسرعه. يا رب استراحة. مالك يا نور؟ مالك قلقانه ليه كده؟ مفيش حاجة يا محمد، مفيش حاجه ايه؟ انت شكلي وشك مخطوف كأنك كنت بتعملي حاجه غلط. غلط ايه بس اللي انا هعمله؟ انا بس قلقت ان انت جيت بدري من شغلك من الورشة. اصل تعبان شويه. طيب انا هخش اوضتي انام لي شويه، ما تصحينيش. طب مش عايزني اجهزك اكل؟ لا انا اكلت في الورشه. اطلع بسرعة قبل ما اخويا ما يشوفك. بسرعة. حاضر. يلا. الحمد لله يا رب. كنت مبسوط قوي النهارده واحنا قاعدين على راحتنا مع بعض. مبسوط ايه بس يا رامي؟ يعني كان عاجبك شكلك وانت مستخبي في الحمام وخايف اخويا يشوفك؟ انا قلبي كان هيقع في رجليا انا كمان. حصل خير وعدي. وافرض كان شافنا، كان شكلنا هيبقى عامل ايه دلوقتي؟ انا ما يهمنيش اي حاجه غير ان انا وانت نقعد مع بعض على راحتنا. بقول لك ايه، انا هجيلك تاني بكره. تاني يا رامي؟ وتالت ورابع. خطيبتي وتوحشيني، فيها ايه دي؟ مالك يا نور قلقانه كده ليه؟ اصل انا خايفه ان محمد اخويا يجي دلوقتي زي امبارح، ولو جه مش هيرحمنا. اهدي بقى كده، ما تبقيش جبانه. انا خايفه قوي يا رامي. خايفه وانت قاعده مع جوزك؟ جوزي ازاي يعني؟ هو مش بعد الخطوبه الجواز، يعني انا كده ابقى جوزك وانت مراتي. بس انا احساسي ان انا بعمل حاجه غلط ومش راضي يفارقني. اصل محمد دايما كان بيقولي ان لو في راجل وست لوحدهم بيبقى الشيطان تالتهم. للدرجه دي انت خايفه مني يا نور؟ يا بنت انت خطيبتي وانا اكتر واحد يخاف عليكي في الدنيا دي كلها. بقول لك ايه بقى، ما توريني اوضه نومك. وليه يعني؟ يعني عايز اشوفها عادي.
لا 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 يا رامي، عيب ما ينفعش. طب خلاص سلام، انا لا لا ماشي. لا يا رامي، خلاص خلاص ما تزعلش. طب يلا تعالى يا سيدي. هي دي اوضتي، شفتها؟ اوضتك جميله. طب يلا نخرج، انا مش مرتاحه، حاسه ان احنا بنعمل حاجه غلط. اهدي بس كده يا نور، انت خايفه من ايه وقلقانه من ايه؟ ايه اللي انا عملته مع رامي ده؟ انا لازم اقول لمحمد اخويا هو يتصرف، بس انا خايفه اقول له ممكن يعمل فيا حاجه عشان غلطت، ده ممكن يقتلني. يا رب انا غلطت مش عارفه اعمل ايه، يا رب. مالك يا نور؟ مالك في ايه؟ لا مفيش يا محمد، مفيش. هتخبي على اخوكي؟ قولي لي مالك عشان اعرف اساعدك. اصل اصل ايه؟ قولي. اصل انا تعبانه شويه وخرجت جبت علاج واخدته، وبعدين انا داخله انام. البت دي فيها حاجه غريبه. نو. يا لهوي، انا حامل، انا رحت في داهيه، انا لازم اكلم رامي يصلح الموضوع ده. احنا لازم نتجوز يا رامي في اسرع وقت، انت فاهم؟ اهدي بس، سيبيني اعرف افكر واشوف هنعمل ايه. هتفكر؟ هي دي فيها تفكير؟ ده انا بطني كل شويه هتكبر ومحمد اخويا هياخد باله. عايزين اعمل ايه دلوقتي يعني؟ نتجوز في اسرع وقت، هو ده الحل الوحيد. جوازي ايه بس دلوقتي؟ انا دفعت كل الفلوس اللي معايا في عقد عمل، كنت هسافر اشتغل بره، كنت ناوي اجل الجواز شويه. انت عبيط صح؟ تسافر فين وتروح وتسيبني في المصيبه دي لوحدي؟ لازم يا رامي نتجوز في اسرع وقت. ابوس رجلك، ما تخلينيش احس ان انا واطيه وزباله ورخيصه. خلاص يا نور خلاص، هنتجوز بس مشي امورك بس شهر واحد، وبعدها هنتجوز ونسافر سوا، وعد مني. مالك يا نور؟ مالك في ايه؟ مش بتقعدي معايا ليه؟ معلش يا اخويا، اصل انا تعبانه شويه. هي بطنك كبرت شويه ولا متهيالي؟ كبرت شويه، اصل انا بلخبط في الاكل اليومين دول. طب لو انت تعبانه اوديك للدكتور. الدكتور لا، انا ان شاء الله هبقى كويسه. خلاص انت حره. هو رامي ما كلمكش في حاجه؟ لا ما كلمنيش، هو حتى مختفي اليومين دولت وبكلمه ما بيردش. ايوه يا نور. اقسم بالله حرام عليك اللي انت بتعمله فيا ده. محمد اخويا لاحظ ان بطني كل شويه بتكبر، لازم تتصرف يا رامي. هتصرف حاضر. هتتصرف امتى وانت كل ده ما فتحتوش في الموضوع؟ لازم نتجوز في اسرع وقت، مستني ايه؟ انا كنت بجهز موضوع سفرنا بس وخلاص، كل حاجه بقت تمام. اوعدك بكره هعدي على محمد اخوكي في الورشه واخلص كل حاجه معاه. طمني بقى. حاضر يا رامي، هطمن وهسمع كلامك للاخر. سلام. غبية، انت اللي عملتي كل ده في نفسك، انت اللي بتجري وراه وبتترجيه دلوقتي. كنت سمعتي كلام اهلك واخوكي. يا رب يا رب يا رب. هو رامي جالك النهارده؟ جالي وكلمني. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. وقال لك ايه بالظبط؟ قال لي ان انتوا اتفقتوا على كل حاجه، كلمته في التليفون امبارح وخلصتوا كل حاجه. ايوه حصل، اهم حاجه ان انت تكون موافق. عموما دي حياتكم وانتوا احرار فيها، بس اهم حاجه مش عايزك تكوني زعلانه ان موضوع الجواز دوت اسمه نصيب. انت تقصد ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. امال اتفقتوا على كل حاجه ازاي؟ رامي النهارده جالي الورشه وفسخ الخطوبه بتاعتكم وطلع على المطار وسافر. ايه؟ فسخ خطوبتنا ازاي؟ وازاي يعمل كده؟ وازاي يسافر؟ طب واللي في بطني ازاي يسافر؟ اعمل ايه؟ اروح فين؟
عملت الجنين ده فين؟ لازم تشوف لي حل. انا وانت بقينا في فضيحه، بقيت في مصيبه. يا نهار اسود، يا نهار اسود. يا ريت كنت سمعت كلامك وقلت لك. انت قلت لي ان هو ما يخشش هنا، بس انا كنت بجيبه هنا ودخلته كذا مره، انا وهو غلطنا مع بعض.